نادي زاخو. هل يتمكن زاخو من الوصول إلى مرمى أربيل بهدف أول؟ لاحظ 7 لاعبين بقمصان صفراء و5 لاعبين بقمصان حمراء داخل منطقة جزاء أربيل. أمجد عطوان والرأسية على المرمى وهدف أول. جول! مهيمن سليم ملاخ، مهيمن يسجل هدف أول لزاخو. الله على هدف مهيمن. أي بديل لزاخو، يشعل الفتيل البديل لزاخو بهدف أول. مهيمن سليم ملاخ برأسية جميلة على يمين حارس المرمى حسين علي جولي. هدف جميل في الدقيقة 63. زاخو يفتتح التسجيل في مرمى أربيل. أي هدف مهيمن سليم ملاخ، أول هدف لمهيمن في قميص زاخو. ولاحظ الرأسية، مهيمن سليم ملاخ يضعها بعيدة عن حارس المرمى حسين علي جولي. لاحظ مهيمن سليم ملاخ، وأيضا بمشاركة باتريك مارسيلينو البرازيلي. وفرحة جماهير زاخو بهدف أول لفريق نادي زاخو في مرمى أربيل. وعباس عبيد تحت الضغط. الآن تغيير دفعة واحدة، محمد قاسم الصيف وعلاء مهاوي يشترك بديل لخليفة أبو بكر. وخليفة أبو بكر الآن يغادر. ومحمد قاسم الصيف صالح نادي زاخو، لكن هذه المرة من الجهة البعيدة. ركلة ركنية لزاخو. هدف يشعل المدرجات لزاخو. جمهور زاخو هدف ثاني لزاخو. باتريك البرازيلي يسجل هدف ثاني. زاخو انهيار داخل ملعب فرانسو حريري. زاخو يضرب بقوة في ديربي الشمال. زاخو وباتريك مارسيلينو يسجل هدف ثاني براسية ولا أروع على يسار حارس المرمى حسين علي جولي. فعلها باتريك المدافع المتقدم للأمام ويسجل هدف ثاني. أي فرحة لجمهور زاخو بهدف ثاني براسية ولا أروع. الله زاخو شكل آخر في الجولة الخامس. 4 جولات لم يقدم المستوى المطلوب فريق نادي زاخو، لكن في هذه المباراة على حساب أربيل يسجل هدفين عن طريق مهيمن سليم ملاخ. وبعد ذلك باتريك مارسيلينو يشعل المدرجات من جديد لجماهير زاخو بهدف ثاني في مرمى أربيل. 2 الآن زاخو لا شيء لأربيل، 2 لزاخو لا شيء لأربيل. هل سيكون الانتصار الثالث لزاخو على ملعب فرانسو حريري؟ على أربيل وعلى ملعب فرانسو حريري. هل سيكون الانتصار الثالث لفريق زاخو على حساب أربيل والانتصار السادس في تاريخ المواجهات؟ هذا شيركو كريم. يعني زاخو في 4 مباريات مسجل فقط هدفين، اليوم في مباراة واحدة يسجل هدفين. الآن زاخو يضرب بقوة على حساب أربيل. عملية الهجوم شيركو كريم يحاول أن ينطلق للأمام. يحاول أن يمر